كلنا كنعرفوا داك الشخص اللي كيكون متفوق في القرايه وديما كيجيب نقاط زوينين، وكتبغي تكون بحالو حتى انت، وكتبغي تعرف كيفاش كيدير ليها. او لا كنتي من داك النوع ديال الناس اللي واخا كيقراو بزاف ما كيجيبوش نقاط مزيانين، فاصديقي هذا الفيديو ليك. ولكن قبل ما نبداو بغيت كلشي ينزل ويدير لايك، وبغيت نوصلوا هذا الفيديو ل 500 لايك، حيتاش التفاعل ديالكم الخوت هو الحاجه الوحيده اللي كتخليني ندير فيديوهات. يلا نبداو. الا كنتي كتظن ان القرايه بزاف هي الحل، فاسمح لي نقول لك راك غلط. حيت الا بغيتي تكون متفوق في الدراسه ديالك وتجيب انت 19 و 18 ما خاصكش تقرا بزاف، وانما خاصك تقرا بذكاء، وهذا الشيء هو اللي غنعلمك اليوم. وفي هذا الفيديو غادي نوريك كيفاش تقرا بذكاء، وكيفاش تكون حتى انت من المتفوقين ديال القسم ديالك وتجيب دوك النقاط اللي كنتي كتحلم بيهم، وكيفاش تخلي القرايه تكون ممتعه لدرجه انك غادي تبقى تساين فوقاش تبدا تقرا. وغادي نوريك الاخطاء اللي تقدر كديرهم في القرايه ديالك، وهاد الطرق اللي غنذكر طرق فعاله ومتقدمه ومثبته علميا. اولا غنبداو بواحد المشكله اللي كيطيحوا فيها بزاف ديال التلاميذ والطلبه، واللي هي واخا كيقراو بزاف ما كيجيبوش نقاط مزيانه. والحل ديال هذه المشكله بسيطه صديقي، هو خاصك تعرف كيفاش تقرا. مثلا فاش تجي تقرا خاصك تقسم المده اللي كتقرا فيها. داير تقرا 3 السوايع، ما غاديش تجي تقرا 3 السوايع كلها متتابعه، حيت هكا غتكون درتي واحد الغلط اللي كبير. واللي خاصك دير هو تقسم ديك 3 السوايع. والسبب ديال هذا الشيء هو ان الانسان الطبيعي يقدر يبقى مركز في شي حاجه من 20 حتى 30 دقيقه، وهذا الشيء داخل في القرايه ولا في الحفاظه ولا في اي حاجه بغيتي ديرها. ومورا ديك 25 دقيقه اي حاجه كتدخلها ما عندها حتى شي فائده تقريبا، حيت كتبدا تفقد التركيز ديالك. ودوك الناس اللي كيقولوا لك قرا بزاف راه في الحقيقه غير كيخربقوا عليك، حيت ما يمكنش ليك تبقى ساعه ولا ساعتين وانت مركز في القرايه. وهنا راه غير كتوهم العقل ديالك انك كتقرا، ولكن انت في الحقيقه راك ما كتقرا والو. وداك الشيء علاش قسم المده ديال القرايه ديالك ل 20 دقيقه، وفاش تسالي شد واحد الاستراحه ديال 5 دقائق، ومن موراها رجع عاود واحد الحصه اخرى ديال 20 دقيقه، وهكا غادي تلقى راسك قريتي بكفاءه عاليه ودخلتي اكبر قدر ممكن من المعلومات. وفاش تسالي النهار ديالك اعطي لراسك واحد المكافاه، كاف راسك بشي حاجه زوينه على داك المجهود اللي درتي. وهذا التكتيك سميتو بومودورو تكنيك، هو من احسن الاساليب اللي غيعاونوك تحقق اي حاجه باغي ديرها في واحد المده زمنيه. ثاني تكنيك صديقي اللي غادي يعاونك بزاف في القرايه ديالك هو واحد التكنيك اللي سميتو اكتيف ريكول. هو اللي حد الان افضل واحسن تكنيك اللي غيعاونك في القرايه ديالك ويخليها فعاله اكثر. الاكتيف ريكول هو واحد الاسلوب اللي كيحفز العقل ديالك باش يعقل على اكثر عدد ممكن ديال المعلومات. وقبل ما نشرح لكم هذه الطريقه غنعاود لكم واحد التجربه دارت في عام 2008. واحد الاستاذ في علم النفس اللي سميتو جيفري كاربيك دار واحد التجربه اللي جمع فيها واحد المجموعه ديال الطلبه وقسمهم لاربعه ديال الجروبات، وكل جروب عطاه واحد النص باش يقراه ويفهموا شنو فيه. الجروب الاول قرا النص مره واحده، الجروب الثاني قرا النص 4 المرات، الجروب الثالث قرا النص ودار واحد الشيمه ولا خطاطه اللي كيلخص فيها داك الشيء، الجروب الرابع قرا النص مره واحده وداروا الاكتيف ريكول الافكار اللي كاينه في النص. وجاو يختبروا دوك 4 الجروبات شكون اللي فيهم عقل على معلومات اكثر من داك النص. لقاو الجروب اللي قراو النص مره واحده وداروا الاكتيف ريكول هما اكثر وحدين باقين عاقلين على اكثر عدد ممكن من المعلومات، وتابعهم في المرتبه الثانيه اللي قراو النص 4 المرات، وموراهم الناس اللي داروا خطاطه، وموراهم الجروب اللي قراو النص مره واحده. والبروفيسور اللي دار هذه التجربه قال في بلاصه ما تضيع وقتك في راس من الخطاطه ضيعوا في تعاود داكشي مرات متعدده. دابا كيفاش غادي تطبق الاكتيف ريكول؟ في الحقيقه كاينين جوج طرق وبجوجهم فعالين. الطريقه الاولى هي تجيب داك الدرس او النص اللي باغي تعقل على المعلومات اللي فيه، تقراه مزيان، ومن موراه غادي تسد داك الكتاب وحاول تفكر اكبر عدد من المعلومات وتكتبهم. لقيتي راسك ما عاقلش على بزاف، غادي تعاود العمليه من الاول حتى غادي تلقى راسك عارف بزاف ديال المعلومات. وإلا استعملتي هاد الطريقه في القرايه ديالك فهادوك المعلومات ما غاديش يتنساو لك وغيكونوا دخلوا في الذاكره بعيده المدى. والطريقه الثانيه اللي هي وانت كتقرا في النص او الدرس ديالك اي معلومه مهمه
كدير ليها شي كلمه معينه كتدل عليها، ماشي كتشرحها او جمله، فقط كلمه واحده وكتبها حداك، ومن بعد كتسد داك الكتاب وكتشد دوك الكلمات اللي حطيتي حداك وكتخرج منهم دوك المعلومات الاصليه. وبهذه الطريقه غادي تضمن ان المعلومه غادي تلصق في راسك وما غاديش تنساها واخا يطرى اللي طرا، وكتلقى راسك بحال الا كتلعب وكتعطيك واحد الشعور اللي زوين، بينما انت في الحقيقه راه كتحفظ دروسك. واحد الملحوظه مهمه اللي هي انه فاش تبغي تستعمل هذا التكنيك راه كيعيي العقل شويه، يعني في المرات الاولى اللي غتطبقوا فيها راه غادي تحس بشويه ديال العيا، وهذا الشيء راه عادي، ولكن من موراها غادي تولي تطبقوا لفترات طويله لحقاش العقل ديالك غيولي قوي وقادر يتحمل. تالي التكتيك واللي غيعاونك في القرايه ديالك، وانا عارفكم كتسناوني فوقاش غادي نقول لكم التلخيص، حيت عارف بزاف ديال الناس كيديروه، ولكن ما كيعنيش ملي كيدير كلشي انه هي الطريقه الاحسن للقرايه. فللاسف غادي نقول لك التلخيص ماشي ديما هو الحل، وماشي ديما هو احسن طريقه ديال القرايه، وفي شي حالات يقدر يخرج عليك صديقي. وكاينين دراسات تبتوا ان التلخيص بصح كيعاون الطلبه في القرايه ديالهم، ولكن كاينين دراسات اخرين بينوا ان التلخيص يقدر يخرج عليك. وفي الحقيقه صعيب تعرف شكون اللي صحيح وشكون اللي غلط، لحقاش كل واحد وكيفاش كيلخص الدرس ديالو. كاين اللي عنده الهدف هو ينقص الحجم ديال الدرس، وكاين اللي عنده الهدف هو يحيد المعلومات او الحوايج اللي غير زايدين ويخلي داك الشيء اللي هو مهم، وهذا الشيء اللي خاصك دير بالضبط في الحقيقه. وداك الشيء علاش التلخيص يقدر يكون زوين ويقدر يكون خايب على حسب التلخيص ديالك انت وكيفاش كدير ليه، واش كتعرف تلخص ولا لا. رابع حاجه ومن الحوايج المهمين واللي خاصك تعرفهم الا بغيتي تمتع بواحد العام دراسي اللي ناجح، هو انه يكون عندك بروغرام العام كامل، وحاول هذا البروغرام تفرقه على العام كامل بالتساوي، لحقاش كاين اللي كيقرا مزيان في البدايه ديال العام وفي الاخر كيتراجع المستوى ديالو وما كيقراش بزاف، وهذا الشيء راجع انه كان محمس في البدايه ودغيا تقاضى داك الحماس ورجع كيتفلى عاوتاني. داك الشيء علاش صديقي خاصك دير بروغرام وفرقوا على العام كامل، وفرق حتى الجهد ديالك على عام كامل. مثلا عوض ما دير كل نهار تقرا 4 سوايع، دير بحساب عام كامل ودير غير ساعه ولا ساعتين وداوم عليها. فاحسن العمل ادومه وان قل، يعني العمل كيكون زين الا كان مداوم واخا يكون قليل، وهكا غتحقق الهدف ديالك باقل مجهود. وحاول تحيد عليك المماطله والتاجيل، وخليها تكون عاده فيك انك تقضي اغراضك في وقتها وما تاجلهاش. وهكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى لك التوفيق في الدراسه ديالك. تهلا صديقي.